في حي هادي ومنطقة راقية جدا في القاهرة، كانت في فيلا قديمة مهجورة من السبعينات. الناس كانوا بيقولوا إن الفيلا دي ملعونة، لكن محدش عمره قدر يثبت حاجة. اللي اشترى الفيلا أخيرا كان رجل أعمال اسمه محمود، راجل دماغه واقعية جدا وما بيؤمنش بالخرافات ولا القصص الشعبية. قرر ينقل يعيش فيها مع مراته هدى وبنته صغيرة اسمها منى رغم تحذيرات الجيران. في أول أسبوع كان كل شيء عادي جدا، بس ليلة الخميس الساعة 2:30 محمود صحي على صوت خطوات في الدور الأرضي. نزل بسرعة ومعاه عصاية حديدية، لكن ملقاش حد، والغريب إن باب البيت كان مقفول من جوه بالمفتاح. رجع عشان ينام، لكنه سمع مراته وهي بتصرخ من أوضة منى بنته. دخل بسرعة لقاها واقفة بتعيط، والبنت كمان قاعدة على السرير مبتسمة وبتقول: ماما ما تخافيش، هو بس بيلعب معايا. قالت لها: مين يا منى؟ قالت لها: الراجل اللي شعره مبلول. محمود مسك البنت وقال لها: مفيش راجل هنا، دي أوهام انتي بتتخيليها. لكن مراته لاحظت إن شعر بنتهم فعلا كان مبلول رغم إنها كانت نايمة. اليوم اللي بعده محمود لقى الباب الخلفي للفيلا مفتوح، وعلى الأرض آثار مية متوزعة لحد أوضة بنته. اتوتر جدا وقفل البيت وبدأ يشغل كاميرات المراقبة. بالليل قعد يتفرج على التسجيل، واللي شافه خلى الدم يجمد في عروقه. الساعة 2:30 بالظبط ظهر راجل جسمه شبه شفاف وشعره بينقط منه المية، وفضل واقف قدام أوضة بنته. بعد لحظات دخلها الأوضة، وبعدها الكاميرا اتشوشت بالكامل. محمود صحى مراته وقال لها: لازم نمشي من البيت ده فورا. مراته قالت له: طب والبنت؟ قال لها: هنهرب بيها قبل ما يحصل لها حاجة. لكن لما دخل أوضة بنته عشان يصحيها لقوا السرير فاضي. فضلوا يدوروا عليها في الفيلا كلها لحد ما لقوا باب لقبو قديم. فتح الباب، نزل محمود وهو شايل كشاف، وكان كل ما ينزل درجة كان يحس الأرضية تحت رجليه مبلولة أكتر. وفي آخر القبو لقى برميل معدني قديم جدا، ولما قرب منه سمع صوت ضحكة طفولية طالعة من جواه. كسر البرميل بالعصاية الحديدية اللي معاه، لقى مية سودة طالعة منه، وعلى السطح وش بنته بيبص له بابتسامة مخيفة. صرخ محمود هو ومراته، لكن الوجه اختفى فجأة والبرميل بقى فاضي. جريت مراته على فوق عشان تدور على بنتها. صرخت مرة واحدة وقالت له: تعالى بسرعة. لما طلع لقاها مرمية على الأرض، ووراها ظل طويل لراجل بس ما بيتحركش. محمود جري ناحيته بالعصاية وضربه بالعصاية، لكن العصاية عدت من خلاله كأنه دخان. الظل اللي كان واقف بصله وقال له: أنا رجعت بيتي ومش هسيب بنتك تمشي. ومن بعدها الأحداث بقت أسوأ. الجيران بدأوا يسمعوا صريخ من الفيلا كل ليلة. الشرطة دخلت بعد بلاغات كبيرة، لكن لما وصلوا ملقوش غير محمود قاعد في الصالة وعينه حمرا ووشه شاحب جدا. سألوه: فين مراتك وبنتك؟ ابتسم محمود وقال لهم: لسه بيلعبوا جوه المية. فتشوا الفيلا كلها ملقوش غير هدوم طافية على سطح البانيو مليانة مية حمرا. ومن وقتها الشرطة أخدت محمود، واتحكم على محمود إنه يدخل مستشفى أمراض نفسية. لكن في جلسات التحقيق كان بيقول كلام يخلي الضباط مش قادرين يقربوا منه. وبدأ التحقيق مع محمود، وسألوه: أنت قتلت مراتك وبنتك؟ قال لهم: أنا ما قتلتش حد، هو اللي أخده. قالوا له: مين؟ قال لهم: الراجل اللي غرق في الفيلا دي زمان بيختار ضحاياه من الأطفال والباقي بيغسلوا مع المية. في اللحظة دي الميكروفون سجل صوت خبطات مية رغم إن الغرفة ما كانش فيها أي مية. ومن اللحظة دي اتقفلت القضية، وبعد شهور الفيلا كمان اتقفلت بالشمع الأحمر. لكن في ليلة واحد من الجيران بص من شباكه على الفيلا، شاف نور في أوضة منى وخيال لبنت صغيرة واقفة عند الشباك وبتبص ناحيته. ولما ركز أكتر شاف جنبها خيال لراجل كبير شعره مبلول ماسك إيديها. ومن ساعتها الناس بقت تقسم إن كل اللي بيسكن الفيلا بيموت غرقان جوه المية حتى لو الأرض ناشفة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.